يا مساء الفل على كل طلبة تانية ثانوي. الفيديو ده يا شباب مع بعض هنشرح فيه ليسون 1 في شابتر 2 اتوميك ستراكشر. كده تانية ثانوي خلصنا شابتر 1 وعملنا عليه مراجعة امتحان الشهر ومراجعة شاملة موجودة على قناة اليوتيوب بتاعتنا فور فري، وخلصتوا امتحانات الشهر وآن الأوان مع بداية شابتر جديد، شابتر لذيذ وهو شابتر 2 اتوميك ستراكشر. ده الدرس الأول. أي طالب فاته الدرس الأول في شابتر 2 ما عرفش إن هو يحضره في السنتر فلازم إن هو يتفرج عليه. طبعا لو انت لسه مش معاك الملازم بتاعتنا فتبعت لنا على صفحه الفيسبوك كيمستري ستيشن مستر امير سلامه، ولازم يا جماعه كلكم تبقوا على جروب التليجرام لان هو اللي ببعت عليه ملازم المراجعه والبي دي افات اللي بشتغل منها. فبي دي اف الدرس ده موجود في جروب التليجرام، هتلاقوا اللينك بتاعه موجود في الديسكربشن تحت. ده الدرس الاول شابتر 2 كيمستري ثانيه ثانوي، شابتر الاتوميك ستراكشر. الشابتر ده بيتكلم عن ايه؟ مش عايز اطول كتير في الفيديو. الشابتر ده بيتكلم عن اتوميك ستراكشر، تركيبه الاتوم. طب ما تيجي نراجع مع بعض تركيبه الاتوم. هي تركيبه الاتوم دي كانت عباره عن ايه؟ بص يا فندم، انا وانت عارفين ان اي ماده خلقها ربنا، اي ماده سوليد خلقها ربنا بتتكون من اتوم. بتتكون من ايه؟ من اتوم. حلو قوي. نظبط بس كده الاقلام بتاعتنا ونظبط دنيتنا. حلو حلو حلو. اي ماده خلقها ربنا بتتكون من اتوم، والاتوم دي بتبقى عباره عن دايره كده فاضيه وفيها في النص حاجه سوليد. الحاجه السوليد اللي في النص دي اسمها نيوكليوس. اسمها ايه؟ نيوكليوس. فالاتوم دي دايره كلها فاضيه ما عدا في النص حاجه صغيره قوي سوليد، الحاجه دي اسمها نيوكليوس. النيوكليوس دي بيسكن جواها حاجتين، بروتون بالبوزيتيف ونيوترون ملهاش تشارج. حوالين الاتوم في حاجه اسمها انرجي ليفلز. الانرجي ليفلز دي بيسكن جواها الكترونز بالنيجاتيف. اذا انا وانت فاكرين الكلام ده؟ انا عارف ان بتاع تانية ثانوي عارف اللي انا بقوله. هو اي ماده خلقها ربنا بتتكون من حاجه اسمها اتوم. الاتوم معظمها فاضي ما عدا حاجه في النص السوليد اسمها النيوكليوس. النيوكليوس بيسكن جواها حاجه ولا حاجتين؟ حاجتين، بروتون بوزيتيف ونيوترون ملهاش تشارج. حوالين الاتوم في انرجي ليفلز. الانرجي ليفلز دي بيسكن جواها الكترونز بالايه؟ بالنيجاتيف. فالراجل بيقول لك يا مستر طب هو معلش انا اسف، طب ما هو انا وانت اهو سمعنا الاتوميك ستراكشر، يعني احنا يا مستر اصلا عارفين اوريدي تركيبه الاتوم عامله ازاي. امال احنا هناخد ايه في الشابتر ده اذا كان الشابتر يا مستر عنوانه اتوميك ستراكشر واحنا اصلا اوريدي عارفين الاتوميك ستراكشر، احنا عارفين تركيبه الاتوم اهو. هو حضرتك انت مش هتاخد تركيبه الاتوم، انت هتاخد تاريخ اكتشاف تركيبه الاتوم. يعني بالبلدي كده انت هتدرس في الشابتر ده ازاي العلماء توصلوا للشكل اللي حضرتك بتسمعه بمنتهى السهوله ده. العلماء دول بقى كل واحد فيهم اكتشف حاجه. يعني على سبيل المثال في عالم اسمه رذرفورد هناخده النهارده، ده اللي اكتشف النيوكليوس. عايزين بقى نعرف اكتشفها ازاي وايه التجربه اللي عملها وقال ايه عليها. عندك مثلا العالم الاول ده اسمه تومسون. تومسون ده اللي اكتشف الالكترون. طبعا المفروض عليك ازاي اكتشف الالكترون دي لغوها السنه دي من المنهج، فاكتشاف الالكترون التجربه بتاعته مش علينا، تجربه تومسون مش علينا، علينا ان تومسون هو مكتشف الالكترون. فكل واحد اكتشف حاجه. في مثلا عالم تاني خالص مثلا اسمه مثلا جيمس شادويك هو اللي اكتشف البروتون البوزيتيف. فكل عالم هيقول حاجه، وطبعا في حاجات صح هيقولها وفعلا موجوده في تركيبه الاتوم وفي حاجات غلط. وطبعا العلماء اللي هنشرحهم دول مع بعض هم اللي ساهموا في ان احنا النهارده نبقى بنتكلم بمنتهى السهوله عن تركيبه الاتوم. حلو. هتدي كام عالم النهارده يا مستر؟ هدي النهارده اول 2 علماء، واحد اسمه تومسون ده شكله، واحد تاني اسمه راذرفورد. حلو. قبل ما ابدا الشابتر حابب يا محترم ان انت تكون عارف معايا شكل الاتوم. الاتوم بتبقى دايره فاضيه فيها في النص حاجه سوليد، الحاجه دي اسمها النيوكليوس. النيوكليوس بيسكن جوه حاجتين، بروتون بوزيتيف ونيوترون. حوالين الاتوم في انرجي ليفلز، والانرجي ليفلز دي بيسكن فيها الالكترونز النيجاتيف. زي ما قلت لكم يا جماعه بي دي اف الدرس ده هيبقى موجود على جروب التليجرام، ضروري نجيبه ونركز مع بعض. تعالى لي. بص يا باشا مصر، اول عالم عندنا هو تومسون. تومسون هيقول ايه؟ بصوا بقى كده معايا. تومسون ده هيتكلم شويه عن الاتوم، في حاجات هيقولها صح وحاجات هيقولها غلط. لا مؤاخذه يا برنس، انت مش مشكلتك تقول له ده صح ولا ده غلط، انت اللي عليك تحفظه تومسون قال ايه. اول حاجه تومسون هيتكلم عن الاتوم وهيعمل حاجه اسمها تومسونز اتوميك موديل. الموديل بتاع تومسون عن الاتوم. اول حاجه تومسون قال ان الاتوم از سوليد. الاتوم از ايه؟ سوليد.
هو اللي انا اعرفه ان الاتوم معظمها فاضي ما عدا حته في النص سوليد. تومسون بقى قال لك لا دي الاتوم دي كلها سوليد. بس السوليد دي غلط يا عم، انت مالك؟ هو الراجل قال انها سوليد، انت مالكش فيه. فاول حاجه تومسون قال انها سوليد. سفير، يعني ايه سفير؟ سفير مش يعني دايره، سفير يعني كوره. الكوره دي بتبقى 3 دايمنشن، يعني ليها طول وعرض وارتفاع. طول عرض ارتفاع. فهو اعتبر ان الاتوم سفير شبه الكوره 3 دايمنشن. of uniform positive electricity. يعني هو بالنسبه له ان الاتوم دي دايره كلها سوليد، والدايره دي طبعا 3 دايمنشن، اكيد مش هعرف ارسم كره على السبوره. وان الاتوم دي عندها يونيفورم بوزيتيف الكتريستي. يعني ايه يونيفورم بوزيتيف الكتريستي؟ يعني الاتوم دي عندها البوزيتيف تشارج منتشره جوه بطريقه يونيفورم، بطريقه منتظره جوه الاتوم. عندها البوزيتيف تشارج منتشره جوه الاتوم بطريقه يونيفورم، يعني بطريقه منتظمه. حلو. وكمان عندها النيجاتيف تشارجد الكترون امبيدد. يعني ايه النيجاتيف تشارجد الكترون؟ يعني قال ان الالكترون امبيدد، يعني مدفونه او متروسه جوه الاتوم بالمنظر ده. فانا عندي بوزيتيف تشارج وعندي نيجاتيف تشارج متروسه بالمنظر ده كده اهو. ادي النيجاتيف اهو. ايه ده؟ وكمان قال ان الاتوم الكتريكالي نيوترال. يعني ايه الكتريكالي نيوترال؟ يعني عندها البوزيتيف قد النيجاتيف. بص بقى وتعالى. اول حاجه تومسون هو اللي اكتشف الالكترون وهو اللي قال انها نيجاتيف. ازاي؟ ملغيه السنه دي مش علينا والحمد لله لانها تجربه صعبه. فمين اول واحد اكتشف الالكترون؟ تومسون. هو اول واحد اكتشف الالكترون وقال انها نيجاتيف. طيب تومسون ده قال ايه؟ قال ان الاتوم سوليد. الاتوم دي كلها على بعضها سوليد. قال انها سفير عامله زي الكوره. قال ان الاتوم عندها البوزيتيف تشارج منتشر جوه الاتوم، والنيجاتيف تشارج هو كمان امبيدد يعني منتشر جوه الاتوم، وان دايما عدد البوزيتيف قد عدد النيجاتيف. عشان كده الاتوم هيقول عليها تومسون انها الكتريكال نيوترال. يعني ايه الكتريكال نيوترال؟ يعني متعادله كهربائيا، يعني بالبلدي عندها البوزيتيف قد النيجاتيف. انا من وجهه نظري هقول لك ايه الحاجات اللي تومسون قالها غلط وايه الحاجات اللي قالها صح. اول حاجه تومسون قالها غلط ان الاتوم سوليد. الاتوم مش سوليد. الاتوم سفير. ايوه الاتوم سفير واخده شكل الدايره. الاتوم عندها البوزيتيف الكتريستي يونيفورم، يعني متوزعه جوه بشكل عشوائي او سوري بشكل منظم كده كل الاتوم. غلط. هو حضرتك البوزيتيف دي اصلا كلها كانت بتقعد جوه النيوكليس مش منتشره جوه الاتوم. حضرتك البوزيتيف الكتريستي ما كانتش منتشره جوه الاتوم، لا دي كانت قاعده جوه النيوكليس، فدي غلط. تالت حاجه غلط، سوري تاني حاجه غلط، تالت حاجه غلط قالها ان هي عندها النيجاتيف تشارجد الكترون امبيدد. هو اصلا النيجاتيف الكترون ما بتقعدش جوه الاتوم، هي بتقعد في الانرجي ليفل. فان انت اكتشفت الالكترون دي حاجه صح. هو فعلا اكتشف الالكترون وفعلا قال انها نيجاتيف ودي معلومات صح، ولكن الغلط ان هو قال ان النيجاتيف الكترون دي جوه الاتوم امبيدد جوه الاتوم. لا هي مش جوه الاتوم، هي بتبقى قاعده بره في انرجي ليفل. اما الحاجه الاخيره قال لك ان الاتوم الكتريكال نيوترال، دي معلومه صح. دي معلومه ايه صح. انا كده فرست لك ايه الصح وايه الغلط. انت مش عليك تعرف ده اصلا، انت كل اللي عليك تعرفه ايه اللي قاله تومسون. نصيحتي لكم يا جماعه عند الحته دي اكتبوا كده بالعربي اللي هقوله، اكتبوا بالعربي اللي هقوله. تومسون هو اول واحد اكتشف الالكترون وقال انها نيجاتيف. ادي كده رقم واحد. رقم اتنين اكتب ورايا. تومسون هو اول واحد قال ان الاتوم الكتريكال نيوترال، يعني متعادله كهربائيه. يبقى تومسون اكتشف حاجتين بس صح وهو اول واحد قالهم. اول حاجه ان تومسون اكتشف الالكترونز وقال انها نيجاتيف. تاني حاجه ان تومسون هو اول واحد يقول ان الاتوم الكتريكال نيوترال. يعني ايه الكتريكال نيوترال؟ يعني متعادله كهربائيا، يعني عندها البوزيتيف قد النيجاتيف. شكرا يا تومسون، قلشت شويه اصبت شويه ولكن انت عملت اللي عليك. طبعا جو ان البوزيتيف منتشر والنيجاتيف منتشر ده مفيش منه، ده من وجهه نظر الراجل. يا جماعه الكلام ده قديم قوي، ده راجل من 1856 ل 1940، يعني اخره كانت التسعينات اصلا. فالراجل ده قديم. وقام تومسون شبه اللي هو قاله ده، شبه الاتوم دي بحاجه اسمها البلم بودنج موديل. يعني ايه؟ طبعا زي ما انتم عارفين ان في نوع من الكيكه اسمه البودنج، كيكه البودنج او في الجاتوه تقريبا، والله العظيم انا ما اعرفهاش انا عن نفسي. فالبودنج ده الشكل بتاعه، فهو شبه الاتوم بتاعته، شبه نموذج الاتوم بتاعه بالبلم بودنج موديل. فلو جه قال لك مين هو صاحب نموذج بلم بودنج موديل تقول له تومسون. يبقى تومسون ده يا جماعه هو صاحب نموذج البلم بودنج موديل. هو اول واحد اكتشف الالكترون وقال انها نيجاتيف، وهو اول واحد كمان قال ان الاتوم الكتريكال نيوترال، والكتريكال نيوترال يعني عندها البوزيتيف قد النيجاتيف. شكرا يا تومسون، خلصناك، عرفنا انت قلت ايه، متشكرين. يجي بقى بعده الباشا الكبير. الباشا الكبير عالم اسمه إرنست راذرفورد. احفظ انت على طول راذرفورد. راذرفورد ده يا جماعه هو راجل تقيل جدا،
وهيكتشف حاجات مهمه جدا جدا في الاتوم. من الاخر الراجل ده هو مكتشف النيوكليوس، هو الراجل اللي اكتشف ان الاتوم بتحتوي في النص على حاجه صغيره سوليد اسمها نيوكليوس، وهو اللي اكتشف ان النيوكليوس دي اللي التشارج بتاعتها بالبوزيتيف. طيب رذرفورد اكتشف الحاجات دي ازاي؟ عن طريق تجربه، والتجربه علينا هنخش نشرحها دلوقتي. طيب مين اللي عمل التجربه دي؟ 2 علماء مساعدين معاه. رذرفورد ما عملش التجربه بنفسه، خلى المساعدين بتوعه هم اللي يعملوها، والمساعدين بتوعه دول اسمهم جايجر ومارسدن، اسمهم جايجر ومارسدن. فرذرفورد هيعمل التجربه اللي منها هيكتشف ان الاتوم بتحتوي على حاجه سوليد اسمها نيوكليوس، بس رذرفورد مش هيعمل التجربه بنفسه، هيخلي المساعدين بتوعه هم اللي يعملوها، والمساعدين بتوعه هم جايجر ومارسدن. فكك بقى من اللي مكتوب، تعال اقول لك انا كل اللي مكتوب ده باختصار من خلال التجربه، وركزوا معايا لان انا في شرحي بشرح بطريقه مختلفه شويه، وهي ان انا اللي هخليك تسمع التجربه من الفهم بتاعك ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمنا ان شاء الله كده ونفهمها كويس باذن الله. بصوا يا جماعه، رذرفورد طلب من العلماء بتوعه جايجر ومارسدن ان هم يجيبوا له ميتال شيت. يعني ايه ميتال شيت بالعربي؟ قطعه من اي ميتال، قطعه من اي ميتال. فهل نفترض ان جايجر ومارسدن جابوا حته حديده وتنوها في شكل نص دايره بالمنظر ده. جايجر ومارسدن جابوا حته حديده وتنوها في شكل نص دايره بالمنظر ده. بعد ما عملوا كده جايجر ومارسدن وسمعوا كلام الباشا بتاعهم رذرفورد وجابوا ميتال شيت وتنوها في الشكل بتاع النص دايره ده، طلب منهم ايه؟ طلب منهم انهم يدهنوها من جوه، يدهنوا حته الحديد دي من جوه، او يبطنوها من جوه بماده اسمها الزنك سلفايد. ماده اسمها الايه؟ زنك سلفايد. يبقى رذرفورد جه بعد كده طلب من جايجر ومارسدن انهم يدهنوا الحديده دي من جوه، يبطنوها من جوه بماده اسمها الزنك سلفايد. ايه رمز الزنك سلفايد؟ رمزها ZnS. اشمعنى الزنك سلفايد وليه بتدهنوها؟ تعال اقول لك ليه. لو اللي بيسمعوني ولاد فاكيد دخلتوا محل بلاي ستيشن في وقت من الاوقات. انت لو جيت دخلت محل بلاي ستيشن، 3/4 محلات البلاي ستيشن الديكور بتاعها بيبقى عن طريق ان هم بيدهنوا الاوضه كلها اسود ويعملوا رسومات اسمها رسومات فوسفوريك. اول لما الضوء يجي عليها الرسومات دي تنور. وفي تيشيرتات طالعه كده كمان، تلاقي التيشيرت كده اسود خالص ما يبانش، واول لما يجي عليه النور تلاقيه نور. بلاش عمال النظافه اللي بيكنسوا في الشوارع بيبقى لابسين بدل الحلق بتاعها بيبقى فيه اسوره كده فوسفوريك، اول لما يجي عليها الضوء تنور، عشان لو الراجل ده مثلا بيكنس الشارع ضلمه وحد جايب العربيه يشوفه فما يخبطوش. المواد بقى دي اللي بتنور لما الضوء بيقع عليها هي المواد المصنوعه من الزنك سلفايد. الزنك سلفايد دي يا جماعه ماده فيري سنسيتيف، اول لما الضوء بيقع عليها بتعمل جلو، بتشع او بتنور. يبقى الحاجات الامثله اللي انا شرحتها لك دي معموله من الفوسفوريك او من الزنك سلفايد. انت بتسمع دايما الفوسفوريك، هي في منها من الفوسفوريك وفي منها من الزنك سلفايد. ايه الزنك سلفايد لازمتها؟ الزنك سلفايد يا جماعه ماده حساسه، اول لما الضوء بيخبط فيها تعمل جلو وتنور. مش الضوء بس اللي بيخليها تعمل جلو وتنور، لا، كمان اي نوع من الاشعاع لو خبط في الزنك سلفايد بيخليها تعمل جلو وتنور. يبقى اذا اول حاجه طلبها رذرفورد من جايجر ومارسدن ان هم يجيبوا له قطعه من الميتال شيت يتنوها في شكل نص دايره ويدهنوها من جوه بماده اسمها الزنك سلفايد، رمزها ZnS. اشمعنى؟ عشان الزنك سلفايد ماده حساسه، اول لما الريس تخبط فيها تعمل جلو وتنور. بعد كده طلب منهم انهم يجيبوا صندوق معمول من ليد بلوك شيلد، صندوق مصنوع من الرصاص. اشمعنى صندوق من الرصاص؟ لان ماده الرصاص ماده مقفله على نفسها، عمرها ما بتخرج اي ريز او ضوء. فجابوا صندوق مصنوع من ماده الليد، حطوا جوه الصندوق ده ماده راديو اكتيف. يعني ايه ماده راديو اكتيف؟ يعني ماده مشعه. طيب مين هي الماده؟ ما قالوش، هم قالوا ماده راديو اكتيف وسكتوا. طيب الماده دي هتشع، هتمت ايه بالظبط؟ الفا بارتيكلز. يعني الماده الراديو اكتيف اللي هنحطها جوه الصندوق دي هتشع ريز اسمها الالفا بارتيكلز. الفا ايه؟ بارتيكلز. تعال لي بقى عشان الالفا دي حوارها حوار. اكتبها لك انا على جنب. هي اسمها الفا، الاشعاع اللي هيطلع ده اسمها الفا، رمزها HE، اتوميك نمبر 2 ماس نمبر 4، واللي تشارج بتاعتها بالبوزيتيف. حلو. يبقى هم جابوا جوه الصندوق ده ماده راديو اكتيف، الماده دي بتشع الفا بارتيكلز، الالفا دي رمزها HE واللي تشارج بتاعتها بالبوزيتيف. عايز اقول لك ان الالفا دي بارتيكل، والالفا دي يا جماعه ريز بتتميز.
الالفا دي بتتميز انها وهي ماشيه لو خبطت في حاجه سوليد بتلف وترجع تاني، فالالفا لا تخترق، الالفا لا تخترق. الالفا لو خبطت في حاجه سوليد بتلف وترجع تاني. حلو. طبعا عشان الماده الراديو اكتيف دي تخرج الالفا كان لازم نعمل خرم صغير في الصندوق علشان خاطر الليد ما بيخرجش اي حاجه من جواه، فكان لازم نخرج الصندوق ده نخرم الصندوق ده عشان الالفا تطلع في الاتجاه ده. لكن لو كنا جبنا صندوق من اي ماده عاديه طبعا كان الصندوق هيخرج الريز من كل حته وده كان هيبوظ التجربه، فكان لازم نجيب صندوق ليد لان ده بيمنع الريز انها تخرج منه. فاحنا طبعا عشان نخرج الري عملنا فتحه في الصندوق من الزاويه اللي احنا عايزينها، فاحنا عملنا الفتحه هنا عشان الريز تخرج من هنا وتمشي كده بالمنظر ده. كلام سليم. يبقى انا جايب جوه الصندوق ماده راديو اكتيف، الماده الراديو اكتيف دي هتشع ريز اسمها الفا، ريز اسمها ايه؟ الفا. الالفا دي ده رمزها، وتيك كير ان الالفا اللي تشارج بتاعتها بالبوزيتيف. كلام جامد، كلام جامد. بعد كده بقى الالفا ريز دي اول لما تخرج من الصندوق وتمشي طلب انه من المساعدين بتوعه ان هم يحطوا في طريقها جولد فويل. جولد ايه؟ فويل. يعني ايه جولد فويل؟ شريحه او طبقه رقيقه جدا من ماده الجولد. طلب ان هم يحطوا في طريق الريز دي شريحه او طبقه رفيعه جدا، حته قطعه رفيعه قوي رقيقه قوي من ماده الذهب. الذهب ده جولد، خلي بالكوا الجولد ده رمزه AU. الجولد ده رمزه AU. هو الذهب ده مادة زي أي مادة خلقها ربنا، يعني عندها أتوم، والأتوم عندها فيها في النص حاجة سوليد اسمها نيوكليوس، والنيوكليوس عندها بوزيتيف بروتون ساكن جواها ونيوترون ملهاش تشارج. سؤال ذكاء، هو طالما النيوكليوس عندها بروتون بوزيتيف ونيوترون ملهاش تشارج يبقى انا كده هعتبر النيوكليوس دي اللي التشارج بتاعتها بالايه؟ اكيد بالبوزيتيف. ما انا النيوكليوس اهو ساكن جوايا بروتون بوزيتيف ونيوترون ملهاش تشارج، يبقى انا كده التشارج بتاعتي بالايه؟ بالبوزيتيف. ما دي ملهاش تشارج يبقى اللي هيسيطر هو مين؟ البوزيتيف. فعشان كده حابب ان انت تعرف ان اي ماده خلقها ربنا عندها اتوم، والاتوم دي فيها نيوكليوس، والنيوكليوس دي اللي التشارج بتاعتها بالبوزيتيف. بذكرك بحاجه يعني. حلو كده، هم جهزوا كل حاجه وهيبداوا التجربه. هيعملوا خرم في الصندوق. اول لما يكريتوا الخرم اللي في الصندوق ده الالفا ريز هتخرج بالمنظر ده. فالالفا ريز خرجت مشيت وهي ماشيه في طريقها هتعدي على مين؟ على الجولد فويل، على الطبقه الرقيقه اللي معموله من الذهب. لقوا وهم بيعملوا التجربه دي 3 استنتاجات اهم من بعض. اول استنتاج، لقوا ان 90% من الالفا ريز اخترقت الجولد فويل عادي وكملت في طريقها، والدليل انها حصل هنا جلو بكميه كبيره. طب وايه اللي خلى ان هي يحصل جلو؟ ان انا دهنها كلها بزنك سلفايد، فاللي عرفني ان في ريز بكميه كبيره هنا خبطت هو ان حصل جلو جامد، فده معناه ان في كميه ريز كبيره خبطت. فاول استنتاج استنتجوه تاني هو ان 90% من الالفا بارتيكلز اخترقت الجولد فويل عادي وكملت في طريقها وعملت جلو هنا في الجزء اللي المفروض تخبط فيه بالمنظر ده. ولقوا الاستنتاج الثاني ان في 5% من الالفا بارتيكلز خبطت في الجولد فويل ورجعت تاني، حصل لها ريفلكشن، انعكاس. يبقى في جزء صغير قوي 5% تقريبا من الالفا بارتيكلز وهو ماشي خبط في الجولد فويل وحصل له انعكاس ورجع تاني. يبقى ده كده الاستنتاج الثاني. اما الاستنتاج الثالث لقوا ان في جزء صغير جدا ال5% الاخاره من الالفا بارتيكلز اخترقوا الجولد فويل، بس بدل ما يخبطوا هنا حصل لهم انحراف. بعد ما اخترقوا الجولد فويل مشيوا في طريق غير اللي المفروض يمشوا فيه. يعني بالبلدي حصل لهم انحراف، حصل لهم ديفييشن. نقول عليها ايه؟ ديفييشن. يعني بص الالفا ماشيه اخترقت الجولد فويل عادي، بس بدل ما تكمل كده لا مشيت كده او كده، حصل لها انحراف، ديفيجن. حلو بس انا كده شرحت اللي قلته، انا قلت اللي عندي. هو في كام استنتاج؟ 3. الاستنتاج الاول 90% من الالفا بارتيكلز اخترقت الجولد فويل وعدت عادي. الاستنتاج الثاني 5% من الالفا بارتيكلز حصل لها ريفليكشن يعني خبطت ورجعت. الاستنتاج الثالث ان ال5% الاخاره من الالفا بارتيكلز بعد ما اخترقوا الجولد فويل حصل لهم ديفيجن، انحراف. هسأل سؤال،
هسأل سؤال، هو الالفا بارتيكلز دي عدت على ايه؟ جولد فويل. ايوه، يعني عدت على ماده مين؟ الجولد. هو امير قال ان الجولد زيها زي اي ماده خلقها ربنا، عباره عن اتوم كلها فاضيه، وفي النص في حاجه سوليد اسمها ايه؟ نيوكليس. ف فسر لي ليه 90% من الالفا بارتيكلز اخترقت الجولد فويل عادي وخبطت في المكان اللي المفروض تخبط فيه. المفروض ردك يكون علشان يا مستر الجولد ماده زي اي ماده خلقها ربنا، عندها اتوم، والاتوم دي يا مستر معظمها فاضي، فالالفا بارتيكلز وهي ماشيه مفيش حاجه معرضها، لان الاتوم فاضيه يا مستر، معظم الاتوم فاضي، فده معناه ان كل الالفا بارتيكلز بتعدي عادي. يبقى رقم واحد في الرد على ان ليه 90% من الالفا بارتيكلز بتخترق الجولد فويل هو ان الجولد عندها اتوم، وان معظم الاتوم vast space. most of the atom is a vast space، مساحه فاضيه، فبالتالي الالفا بارتيكلز ما بتخبطش في حاجه، فبالتالي الالفا بارتيكلز بتعدي عادي. يبقى عشان خاطر ربنا السبب الاول ان معظم الالفا بارتيكلز بتخترق الجولد فويل هو ان معظم مساحه الاتوم فاضيه، معظم مساحه الاتوم فاضيه، فده بيهيئ فرصه ان الالفا بارتيكلز تعدي عادي من غير ما تخبط في حد. ادي اول سبب، ادي اول استنتاج والرد عليه. ليه 90% من الالفا بارتيكلز اخترقت الجولد فويل؟ ده عشان الاتوم بتاعه الجولد معظمها فاضي. طب هو الكلام ده الاتوم الجولد بس ولا اي اتوم؟ اي اتوم يا مستر، الاتوم بتاعه اي ماده خلقها ربنا معظمها فاضي ما عدا حاجه في النص سوليد صغيره اسمها نيوكليوس. حلو. الاستنتاج الثاني، قلت ان في 5% من الالفا بارتيكلز خبطت في الجولد فويل وردت تاني، يعني حصل لها بعون الله ريفليكشن. عارفين ده ليه؟ ده لان الالفا بارتيكلز دي حظ امها اسود، وهي ماشيه الالفا بارتيكلز سابت الفضا ده كله وخبطت في النيوكليوس. او طبعا هو ما كانش يعرف ساعتها، هم ما كانوش يعرفوا ان اسمها النيوكليوس، هم قالوا ان ال5% دول من الالفا بارتيكلز سابوا الفراغ بتاع الاتوم كله وخبطوا في جسم سوليد. الجسم السوليد ده اللي مؤخرا هيسموه ايه؟ هيسموه نيوكليوس. فايه سبب ان في 5% من الالفا بارتيكلز خبطت ورجعت تاني؟ السبب ان ال5% دول خبطوا في السوليد نيوكليوس. طب هي النيوكليوس دي حجمها كبير ولا صغير؟ صغير. طب ليه؟ لان اللي حصل له انعكاس الفا ريس كتيره ولا صغيره؟ صغيره. فمعنى ان اللي اتعكس كميه ريس صغيره يبقى انت يا نيوكليوس كميه او وزنك صغير او حجمك صغير، لانك عكستي ريز قليله. فتاني سبب بتاع ان الالفا ريز بيحصل لها ريفليكشن بترد تاني هو انها خبطت في حاجه سوليد اللي هي النيوكليس، والنيوكليس دي يا جماعه بيكون حجمها صغير، والدليل انها عكست عدد قليل قوي من الالفا بارتيكلز. ادي كده السبب الثاني والرد عليه، الاستنتاج الثاني بالرد عليه. الاستنتاج الثالث مميت، صعب اركز فيه. الاستنتاج الثالث لقوا ان في 5% من الالفا بارتيكلز اللي هم ال 5% الاخاره، احنا قلنا 90 في 5 دول ال 5% الاخاره. ال 5% الاخاره من الالفا بارتيكلز اول لما اخترقوا الجولد فويل حصل لهم انحراف. ديفييشن. حصل لهم ايه؟ انحراف. ديفييشن. انحرفوا. ليه؟ انحرفوا هنا مش قصدي بقى انحرفوا مشيوا غلط، انحرفوا مشيوا في طريق غير طريقهم، مش قصدي مشيوا وحش، يعني الريز، بتكلم عن الريز الالفا بارتيكلز. هو وهم ماشيين 5% من الالفا بارتيكلز انحرفوا. عارفين ليه؟ اقول لك ليه. اصل الالفا دي بالبوزيتيف. امتى الحاجه تبعد عن الحاجه؟ امتى الالفا البوزيتيف دي تبعد عن الحاجه؟ لو قابلت حاجه بوزيتيف زيها. فاللي حصل ان الالفا البوزيتيف ماشيه، فالالفا البوزيتيف وهي ماشيه بتخبط في النيوكليس، في جزء بيخبط في النيوكليس ويرجع، وفي جزء تاني بيخترق النيوكليس، بس النيوكليس دي انا وانت عارفين ان التشارج بتاعتها بالايه؟ بوزيتيف. فطبعا اول لما البوزيتيف يقابل البوزيتيف يحصل ريبلجن او ديفييشن، يعني يحصل انحراف. سبب ان في جزء صغير من الالفا ريس حصل لها انحراف هو اصل ان الالفا بارتيكلز بالبوزيتيف والنيوكليوس هي كمان بالبوزيتيف، فالبوزيتيف مع البوزيتيف عمل ريبلجن ادى الى ان الريس حصل لها ديفييشن او انحراف. ففي 5% بيخبطوا ويرجعوا، دول بيحصل لهم ريفليكشن عادي. في 5% تانيين بيخبطوا في النيوكليوس برضو، بس بدل ما يرجعوا بيحصل لهم انحراف. طب ليه حصل انحراف؟ ليه بعدوا كده عن النيوكليوس؟ اصل الالفا بالبوزيتيف
وهم خبطوا في النيوكليس اللي هي كمان بالبوزيتيف، فبوزيتيف مع بوزيتيف يحصل ريبالجن. وطبعا فكره ان حصل ريبالجن دي، قصه ان حصل ريبالجن دي ادت الى اكتشاف ان النيوكليس بالايه؟ بالبوزيتيف. ما هو لو ما كانتش النيوكليس بالبوزيتيف هل كانت الالفا يحصل لها انحراف؟ لا طبعا، كانت يا اما هتخبط وترجع يا اما هتعدي عادي. لكن ان الالفا يحصل لها انحراف ده معناه ان الالفا البوزيتيف دي يا عيني قابلت حاجه بوزيتيف زيها، هي خلتها تنحرف، هي اللي خلتها تبعد. فالنيوكليس دي وحشه، خلت الناس تنحرف. فالالفا دي يا عيني اكمنها بوزيتيف وهي ماشيه قابلت النيوكليس البوزيتيف، ادت الى انحراف الالفا بارتكلز. ادت الى ايه؟ انحراف الالفا بارتكلز. ده كده بالنسبه للتجربه والاستنتاجات بتاعتها. التجربه دي يا جماعه ادت الى اكتشاف 3 حاجات. اول حاجه ان الاتوم كونتين ا فاست سبيس، مساحه فاضيه. تاني حاجه ان الاتوم فيها حاجه سوليد صغيره قوي في النص اسمها النيوكليس، والدليل انها سوليد ان في ريز حصل لها ريفليكشن، والدليل انها صغيره ان الريز اللي حصل لها ريفليكشن عدد قليل. تالت حاجه اكتشفوها ان النيوكليس الصغيره دي بالبوزيتيف. طب ايه الدليل؟ ان الالفا بارتكلز البوزيتيف وهي ماشيه بعدت فجاه حصل لها ريبالجن او ديفييشن، فده معناه ان الالفا بوزيتيف دي قابلت حاجه بوزيتيف. طب مين هي الحاجه البوزيتيف؟ النيوكليس، فاكتشفوا ان النيوكليس بوزيتيف. تذكر ان هم ما اكتشفوش البروتون، هم ما جابوش سيره البروتون، هم اكتشفوا ان النيوكليس بالبوزيتيف. ليه ما يعرفوش؟ ان هي بروتون ما يعرفوش. ليه بقى قالوا ان هي بالبوزيتيف؟ عشان الالفا حصل لها ديفييشن او حصل لها انحراف. يبقى سبب ان معظم الالفا بارتكلز بتعدي هو ان معظم الاتوم فاضي. سبب ان الالفا بارتكلز بيحصل لها ريفليكشن هو ان هي خبطت في النيوكليس البوزيتيف، ان هي خبطت في النيوكليس السوليد. سبب ان الالفا بارتكلز بيحصل لها ريفراكشن او ديفييشن هو ان الالفا البوزيتيف قابلت في النيوكليس البوزيتيف وعملت لها انحراف. دول كده ال3 استنتاجات، والشرح بتاعهم شرحناهم بالتفصيل. شرحنا الادوات. اللي انا شرحته ده يا جماعه بيشمل الجزء ده كله وبيشمل الجزء ده كله، وادي ال3 استنتاجات وادي ال3 كونكلوجنز الرد بتاعهم. طبعا كل ده بالانجلش طبعا مكتوب بقى. وهنا طبعا بيقول لك ايه اللي كان هيحصل لو كان كلام تومسون هو اللي صح. طبعا المفروض لو كان كلام تومسون هو اللي صح العيال كلها ترد وتقول لك ايه؟ ما كانش فيه ولا ريه هتعدي. اصل تومسون ده قال ان الاتوم كلها سوليد، فلو الاتوم كلها كانت سوليد كانت كل الريز او كل الالفا بارتكلز هتخبط وترجع. هو بقى المنهج بيقول لك ان لو كان كلام تومسون هو اللي صح كانت كل الالفا بارتكلز هتبنتريت without any deviation. يعني ايه هتبنتريت؟ يعني هتعدي. ليه؟ هقول لك ليه. هو تومسون لما قال ان الاتوم سوليد ما كانش قصده بيها ان هي سوليد يعني، كان قصده ان هي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. فطبعا البوزيتيف والنيجاتيف اللي جوه الاتوم دول مش حاجه ملموسه، فاهم انت؟ فهو كلمه سوليد قصده ان هي مليانه بوزيتيف ونيجاتيف، ده كان قصده بس مش اكتر. لكن بالنسبه لتومسون الاتوم من جوه كلها فاضيه هشه. الاتوم من جوه كلها هشه وفاضيه. فمعنى ان الاتوم كلها من جوه هشه وفاضيه ده معناه ان كل الالفا بارتكلز هتخترقها عادي. فيجي واحد يقول لي طب ما الالفا دي بوزيتيف وهتقابل البوزيتيف، اقول لك لا، ما هو في كمان نيجاتيف، فاهم انت؟ فكل بوزيتيف بيكنسلوا النيجاتيف، كل بوزيتيف بيكنسلوا النيجاتيف. فده معناه ان الالفا وهي ماشيه اول حاجه مش هتقابل حاجه سوليد هتعدي عادي. تاني حاجه مش هتقابل حاجه بوزيتيف فبرضه هتعدي عادي، لان كل بوزيتيف اوريدي ماسك مع نيجاتيف فهو مش مركز مع الالفا اللي جايه. يبقى لو كان كلام تومسون هو اللي صح هنرد ونقول كان ساعتها كل الالفا بارتكلز اخترقت. ليه؟ لانها مش هتقابل حاجه سوليد وفي نفس الوقت مش هتقابل حاجه بوزيتيف لان كل بوزيتيف ملهي مع النيجاتيف اللي جنبه. ده كان تجربه رازرفورد واللي قاله رازرفورد عن التجربه. دلوقتي بقى رازرفورد هيتكلم عن الاتوم وعن النيوكليس وعن الالكترون. يلا بينا نشوف هيقول ايه عن الثلاثه دول. طيب رازرفورد قال عن الاتوم. رازرفورد قال لك ان الاتوم دي extremely small in size، صغيره جدا جدا في الحجم، but complicated in structure. الجزء ده ما فيهوش شرح قوي يا جماعه. هو قال ان الاتوم صغيره قوي في الحجم، معقده في الاستراكشر بتاعتها. ريسمبل، شبه الاتوم بايه رازرفورد؟ شبه الاتوم بالسولار سيستم، بالنظام الشمسي، بحيث ان النيوكليوس اللي في النص هي الشمس والبلانيتس اللي حواليها هي الالكترونز. يعني زي ما انتم عارفين النظام الشمسي ده عباره عن شمس والكواكب بتلف حواليها، فالشمس هي النيوكليوس والكواكب اللي بتلف دي هي الالكترونز. هي الايه؟ الالكترونز. يبقى رازرفورد كل اللي قاله عن الاتوم ان هو شبه الاتوم بالنظام الشمسي، والشمس هي النيوكليوس والبلانيتس اللي هي الكوكبات اللي بتلف حواليها شبهها بالالكترونز. شكرا يا عم رازرفورد. قال ايه تاني؟ اتكلم عن النيوكليوس. قال ايه عن النيوكليوس؟ قال لك ان النيوكليوس دي اصغر من الاتوم، much smaller than the atom. طبعا ما الاتوم الكبيره والنيوكليوس الصغيره، فالنيوكليوس اصغر من الاتوم. وفي vast space، مساحه واسعه قوي ما بين النيوكليوس اللي في النص
والالكترونز. طبعا زي ما انتم عارفين ان في مساحه كبيره ما بين النيوكليس اللي في النص والالكترونز اللي بره، كل دي مساحه فاضيه، عشان كده الالفا بارتكلز كانت بتعدي عادي. وقال جمله مهمه هنا قوي، ان most of the atomic mass is concentrated in the nucleus، يعني معظم وزن الاتوم متركز في النيوكليوس. تاني، معظم وزن الاتوم متركز في النيوكليوس. ورقم 3 قال ان النيوكليوس بوزيتيفلي تشارجد. ليه رذرفورد قال النيوكليوس بوزيتيف تشارجد؟ اكتب عشان ده، اكتب عندها عشان الالفا بارتكلز حصل لها انحراف. ما هي الالفا دي ما كانتش هتنحرف الا لما تكون قابلت حاجه بوزيتيف زيها اللي هي النيوكليوس. فطالما الالفا حصل لها انحراف والالفا بوزيتيف، اذا هي قابلت النيوكليوس اللي هي كمان بالبوزيتيف. تيك كير بقى من حاجه، بس يعني هقولها في الاخر باذن الله بعد ما اخلص كله. قال ايه كمان رذرفورد عن الالكترون؟ هيقول حبه كلام عن الالكترون، بس تيك كير يا جماعه، هو رذرفورد مش هو اللي اكتشف الالكترون، هو اكد على كلام تومسون اللي اكتشف الالكترون. كده كده تومسون هو اول واحد اكتشف الالكترون وقال انها نيجاتيف، رذرفورد بياكد على الكلام ده وبيزود شويه حاجات. اول حاجه رذرفورد قال ان الالكترون نيجاتيفلي تشارجد. عارفين قالها تومسون. طيب يا عم الراجل بياكد على الكلام. رذرفورد قال ان الالكترون نيجاتيفلي تشارجد، قال ان هي ليها نيجليجابل ماس. يعني كلمه نيجليجابل ماس يعني وزنها مش موجود، وزنها خفيف قوي قوي قوي، يعتبر ملغي مقارنه بالنيوكليس. النيوكليس دي ليها وزن تقيل، اما الالكترون دي وزنها خفيف قوي 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 لدرجه ان هو نيجليجابل تو ذا نيوكليس ماس، يعني مش موجود، لا يقارن بوزن النيوكليس، وزنها صغير قوي 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 يعني. وقال في رقم 2 ان مجموع النيجاتيف تشارج بتاع الالكترون بيساوي البوزيتيف تشارج، فقال ان الاتوم الكتريكال نيوترال. فانت تبقى عايز تقول له يا سلام، طب ما تومسون معرفنا الكلام ده. ما تومسون هو اول واحد. تكر بقى يا جماعه عشان هم في الامتحانات بيلعبوا على الحته دي، يجي يقول لك هو مين اول واحد قال ان الاتوم از الكتريكال نيوترال، فتقوم انت زي العبيط قايل رذرفورد، ويجيب لك الملزمه يقول لك يا مستر اهو في ملزمتك اهو رذرفورد بيقول ان الاتوم الكتريكال نيوترال. ايوه يا بابا، السؤال بيقول لك مين اول واحد قال ان الاتوم الكتريكال نيوترال؟ مش رذرفورد، تومسون هو اول واحد يقول ان الاتوم الكتريكال نيوترال. رذرفورد اكد على كلامه مش اكتر. فتذكر من مين اول واحد قال دي، عشان كده بملها لكم بالعربي كتير. تاني حاجه قالها رذرفورد ان الالكترون بتلف حوالين النيوكليوس. الالكترون حوالين النيوكليوس بتلف ان سبيشال اوربتس، في مسارات معينه. سبيشال اوربت يعني مسارات معينه. ات ترمندس سبيد يعني بسرعه فائقه. حلو. وقال لك بالرغم من despite the mutual attraction between them and the nucleus. وهيتكلم على 2 فورسز بيأثروا على حركه الالكترون، واحده اسمها الاتراكشن وواحده اسمها السنترفيوجن. تعالى وانا اقول لك كده حاجه عشان تفهم الجزئيه دي بتقول ايه، لان الجزئيه دي فيها شرح مهم. ادي الاتوم، ادي النيوكليس اللي في النص. النيوكليس طبعا سوليد سوري بوزيتيف، وحوالين النيوكليس فيه الكترونز بالايه؟ بالنيجاتيف. كل اللي قاله رذرفورد ان الالكترون دي بتلف حوالين النيوكليس. بصوا يا جماعه احنا ممكن نعملها في شكل دايره كده احسن. بصوا ادي ده كده الانرجي ليفلز، ودي الالكترونز. رذرفورد قال ان الالكترون بتلف في سبيشال اوربت، مسارات ومش بتلف بسرعه عاديه، لا اترمندس سبيد، يعني بتلف بسرعه ايه؟ فائقه. وقال لك ان حركه الالكترون دي بيتحكم فيها 2 فورس اسمها الاتراكشن فورس الجذب، والسنترفيوجال فورس الطرد. سنترفيوجال يعني طرد بيبعد، اتراكشن بيشد، سنترفيوجال بيبعد. السؤال الاول، هو احنا ليه يا جماعه ما سالناش نفسنا طول العمر هو ليه الالكترونز النيجاتيف بتقعد دايما عند الانرجي ليفل؟ ايه اللي بيمنع الالكترونز النيجاتيف انها تخش تقعد جوه النيوكليس البوزيتيف؟ ده حتى النيوكليس بالبوزيتيف، فممكن قوي تشد الالكترونز اللي بالنيجاتيف وتقعدها جوه. اصل النيوكليس دي بالبوزيتيف، فالنيوكليس اللي بالبوزيتيف دي ممكن تشد الالكترونز اللي بالنيجاتيف وتقعدها جوه. ايه اللي بيمنع النيوكليس البوزيتيف انها تشد الالكترونز النيجاتيف وتقعدها جوه النيوكليس؟ ايه اللي منعك يا الكترون انك تقعدي جوه النيوكليس؟ يا جماعه خلينا متفقين ان في اتراكشن فورس موجوده. الاتراكشن دي ما بين النيوكليس البوزيتيف والالكترون النيجاتيف، والاتراكشن دي عباره عن ان النيوكليس البوزيتيف بتبقى عايزه تشد الالكترون النيجاتيف وتقعدها جوه. ايه اللي بيخلي بقى الالكترون النيجاتيف ما تخشش تقعد جوه وتفضل في مكانها؟ ان في فورس تانية بتقاوم الاتراكشن، بتقاوم الشد. الفورس اللي بتقاوم الشد دي اسمها السنترفيوجل. يعني ايه سنترفيوجل؟ قوة الطرد، شبه لعبة الملاهي اللي محطوطة دي. بصوا حبايبي، لو انا جبت خيط وربطته بطوبة ولفيت جامد جامد جامد، هل ينفع وانا بلف جامد الطوبة تثبت في النص؟
مستحيل. بص يا مستر، اي جسم بيلف حركه دائريه دايما بيثبت على الاطراف، دايما بيثبت على الاطراف. فطول ما حضرتك بتلف بتلف بتلف، الطوبه عمرها ما هتثبت في النص، دايما على الاطراف. زي اللعبه المسلسله، تيجي تركبها تلاقي العمود في النص والسلسله كلها، يعني الكراسي اللي فيها السلاسل كلها حواليه، احنا قاعدين حواليه. اول لما اللعبه تلف تلاقي بقى ايه اللي حصل؟ بنبعد كده. ليه؟ لان مستحيل جسم بيتحرك حركه دائريه يثبت في النص، ده فيزيكس. مستحيل جسم بيتحرك حركه دائريه، بص حتى صباعي بيقعد لوحده، يثبت في النص. مش اسمها يعمل كده، مش اسمها، بص حتى ايدي حتى مش جايه، مش اسمها يعمل كده. طالما الجسم ده بيتحرك حركه دائريه يبقى هيثبت على الاطراف. فالالكترون بتتحرك حركه دائريه سريعه، فطالما الالكترون بتتحرك حركه دائريه سريعه اذا هي مستحيل تثبت في النص. اذا اللي بيمنع الالكترون انها تثبت في النص هي قوه الطرد اللي اسمها السنترفيوجال، اللي اتكونت نتيجه الحركه الدائريه بتاعت الالكترون. شكرا. كأن كده يا جماعه انا واقف في النص، حد بيشدني ناحيته هنا بقوه 5 وحد هنا بيشدني ناحيته برضه بقوه 5، الاثنين نفس القوه بس عكس بعض. هل انا اتحرك من مكاني؟ لا. نفس الكلام، اللي بيمنع الالكترون ان هي تبعد قوي او تخش جوه قوي، اللي بيخليها دايما ثابته عند الانرجي ليفل، ان في اتنين فورس عكس بعض بس ايكوال بعض بيتحكموا في حركه الالكترون. مين هم دول؟ الاتراكشن فورس اللي ما بين النيوكليس البوزيتيف والالكترون النيجاتيف، واختها اللي عكسها السنترفيوجال فورس اللي هي قوه الطرد اللي هي بتتكون نتيجه حركه دائريه سريعه للالكترون. كده انا خلصت تماما شرح الدرس الاول، ده تقريبا من اقصر الدروس في المنهج. وطبعا بقى احنا قلنا ايه اللي بيمنع، بص هنا بيقول لك ايه اللي بيمنع الالكترون انها تقعد جوه النيوكليس. طبعا اللي بيمنع الالكترون انها تخش تقعد جوه النيوكليس ان في فورس ثانيه عكس الاتراكشن فورس، الفورس دي اسمها السنترفيوجال فورس، دي بتكون قد الاتراكشن بت اوبوزيت ان دايركشن، يعني عكس بعض وفي اتجاه معاكس، فطبعا بيمنعوا الالكترون ان هو يقعد جوه. اخر حاجه دي يا جماعه بيقول لك inadequacy of Rutherford atomic model، نواقص نموذج رذرفورد. ايه الحاجات اللي رذرفورد ما قالهاش؟ الحاجه الوحيده اللي رذرفورد مات وفشل في ان هو يقولها، الحاجه الوحيده اللي من نواقص نموذج رذرفورد هو ان رذرفورد ما شرحش نظام دوران الالكترون، يعني ولا شرح لنا يعني ايه انرجي ليفل، ولا شرح لنا الكي ال ام ان او بي كيو اللي هي الانرجي ليفلز ونظام الدوران. رذرفورد من عيوبه ان هو ما شرحش السيستم نظام الدوران بتاع الالكترون. وكده رسمي الدرس خلص. عايز اقول لكم الدرس ده سهل جدا جدا، اقصر درس تقريبا عندنا في المنهج. الكلاس شيت والهوم ورك بتوعه موجودين تقريبا على اليوتيوب يا اما على المنصه بتاعتنا. حابب اقول تنبيه لكل الطلبه، حضرتك علشان تلاقي فيديوهات الحل الخاصه بينا مجانا لازم تخش على جروب التليجرام، هتلاقي اللينك متثبت اللي فيه فيديوهات الواجب والورك شيت، لان الفيديوهات ما بقتش على اليوتيوب خلاص، حطيناها على منصه بتاعتنا مجاني برضو لكل الطلبه، ولكن بقت موجوده على منصه. فالمنصه دي اللينك بتاعها موجود على جروب التليجرام، كله يدخل ضروري على جروب التليجرام. واشوفكم على خير الحصه الجايه في الدرس الثاني. باي باي شباب تانية ثانوي.